مواجهة فاروق بن مصطفى وضربة جزاء أهلاوية في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، الدقيقة 47 من اللقاء، وضربة جزاء أهلاوية ومحمد بركات فتى الأهلي الجميل بركات، وأخيرا هدف الأهلي يسجل، الأهلي يتقدم بعد 5 ضربات جزاء ضائعة للأهلي هذا الموسم. محمد بركات ينجح في تتويج مجهوده في الشوط الاول واحراز الهدف الاول للنادي الاهلي، هدفه 18 مع النادي الاهلي في المسابقات الافريقيه. محمد بركات الدقيقه الثانيه من احداث ادوار مترتبه، توصل تاني بركات اللي كان مكمل في الركنيه، بركات بيدور والعرضيه والراسيه والجول الثاني، الجول الثاني متعب بوز دبلتك روح لحبيبتك، يا حلوه قوي يا بركات، راح لحبيبته مع شوطه الكوره، مش قصدي حاجه تانية ما تفهمونيش غلط، على طول بركات حطها له على القائم البعيد، كان قاطع وشايف وعارف وحافظ كرة واحدة من هجمة واحدة اتعملت حلوة قوي، قطع اتحرك تحرك نموذجي لراس الحربة، لكن يا عم ده، يا بخت اللي عنده بركات، يا فرحته، يا هناه، يا سعده اللي عنده محمد بركات حلوة قوي، هدف جديد لمتعب، الهدف الرابع لمتعب في البطولة عشان يبقى هو هداف الاهلي بجدارة في هذه البطولة. اتصعبت المهمة اكتر على منذر الكبير مدرب البنزرتي، وضربة جزاء هدية ونور حضرية، يا ابن اللعيبة حطها في المقص اليمين، ولا اكرامي ولا ابوه، تقول لي ابوك ان حارس عظيم، ولا اكرامي ولا ابوه يقدروا يعملوا لها حاجة، لكن نور حضرية عاد اللقاء الى نقطة السخونة من جديد، حطها في المقص صعبة قوي، راح شريف وحط ايديه العكسيه وايديه اليمين، ولو عنده ايد ثالثه ولا يقدر يعمل لها حاجه، حطها حلو صحيح، يعني صعبه جدا. تبقى النتيجه 2 الاهلي 1 البنزرتي. طبعا عاد من جديد للقاء في الدقيقه 65 بعد ما تقدم النادي الاهلي لعماد متعب وقبليه بركات. عماد متعب ما فرحناش بالجون 3 دقايق،